كلمة لطلاب الثانوية العامة الذين لم يوفقهم الله لما أرادوا. يعني كأنه جاب مجموع بس مش اللي كان عايزه بالظبط. نقول إيه بقى للإخوة دول؟ نقول إن أنت لازم ترضى بما قضاهم ويكون أحب إليك مما تريد أنت. تعرف بعض العلماء بيتكلموا في موضوع سوء الظن في الله، بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن يكون به اعتراض على المقادير. اصل انت بتحصل لاي حد فينا، اول ما بتحصل حاجه يقول لك بس يا ريتني ما رحت، لو ما كنتش انا رحت الحته دي. اه نصيبه كده، هنعمل ايه؟ يلا يا رب يلاقي كلية مناسبة ليه، يا رب. ده المهم. انطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024. في أيام كنت حاسس فيها إني بجرى مش بمتحن، ومش عارف أجيب منين طول النجاة. داخل اللجان بالمدارس على مستوى الجمهورية. وفي أيام تانية كنت حاسس إن طايل السما بإيدي وبيني وبين الحلم خطوة. ليك يا ابني ويصلح حالك يا رب. سنة كاملة وهي بتدعيلي في كل صلاة. حقق له كل اللي نفسه فيه يا رب، يا رب حق جاه النبي واهل بيته. كل يوم بيعدي كان بياخد معاه جزء مني، جزء مبسوط إنها هتخلص، وجزء قلقان إزاي هتخلص. طالب في ثانوية عامة شنق نفسه ولا مش في مستوى الطالب المتوسط حتى. لازم أتقدم بالتهنئة لأبناء الطلاب في نهاية ماراثون الثانوية أخيرا العامة، النهاية. وهي الثانوية خلصت بس دماغي لسه ما خلصتش رسم سيناريوهات لحظة النتيجة. اللحظة خلاص بتقرب قوي والسر الحقيقي يقرب. بجد والنبي؟ اه والله. يا رب طمني يلا وريني. ممكن اشوف انا الاول بعد كده اوريها لك يا امي؟ ما تفرحني معاك والنبي. معلش معلش يا امي، هشوف انا الاول. يا رب يا رب كده أبسم. يا رب يجبر بخاطرك يا ابني ويفرح قلبك يا رب. ها ايه فرحني يا حبيبي. يا ألف مبروك، يا ألف نهار أبيض. حبيب قلبي انت عملت اللي عليك ودي حكمة ربنا، عايزك تفرح كده وتتبسط. طب والله العب لي الشربات وهقوم اعمل لك حلويات كمان. يا نهار ابيض النهارده. حبيبي يا احمد. لا الحمد لله جاب مجموع كويس، بس المهم يخش في الكلية اللي يتميز فيها ان شاء الله. يحيى قوم اصلب طولك، قوم. بابا انا تعبان، ممكن تسيبني لا لوحدي؟ حول ولا قوة الا بالله. يا ابني خلاص اللي حصل حصل، هتعمل ايه يعني؟ هتفضل تعيط لي وتولول لي كده طول الوقت؟ وبعدين اسمع، لو فاكر ان اللي حصل في حياتك ده مش هيحصل بعد كده، ولو في كل مرة هتتعامل بالشكل ده، يبقى انسى انك تكمل في اي حاجة او حتى تبقى حاجة عدلة اساسا. يا ابني اللي راح منك اكيد مش نصيبك، فكر في اللي جاي. بص قدامك، بطل تبص تحت رجليك كتير. حلو انك تفكر بره الصندوق وتجرب، بس في اوقات تانية لازم تفكر جوه الصندوق بتاعك. بص حواليك، بص على فنك، ما هي سكة تانية. حاول هنا. يا انا عايزك تبقى احسن مني، ومفيش اب في الدنيا ما بيتمناش ده لولاده. انا بس عايزك ما تقفش كده يا عبيط. انسى اللي فات، فكر في اللي جاي. وبعدين ولا ما انا ابوك اهو، خريج تجارة، بس عملت احسن مشروع ناجح في حياتي. انت والليل طويل بس جواه بطل ما يعرفش المستحيل. انت تعبت شهور ومش هتسيبها تفوت، ده النجاح بإيدك ومحتاجك تثبت. ساعات الخوف بيعدي عليك بس افتكر